إلى داخل مدينة الموصل. لا لازم ما نزين ولا نحدد ولا كل شيء نسوي. الإزار لازم أن نكربه على رجلينا ونرفع الإزار لفوق، لازم نقصر دشداشة. شغلة الجقاير، إذا تروح تجيب جقاير هنا عجلة وتبيع تغرم عليها وتنجلد. ثاني مرة انجلدت 40 جلدة، وثاني مرة عبد شوف ما راح الجامع هم 40 جلدة. والحشد كانوا هم يخافون بالحشد، يسوون هيك بعراتكم يخلون هيك يستهلكون حراتهم. يعني سولفون احنا قمنا ننهزم. هسه كثير من البيوت هنا ما عاد دواعش، بس ينهزموا من ورا شنو؟ من ورا شوف هم يقولوا لنا الحشد راح يسوي بيكم هيك والحشد راح ستلايت ماكو، خذوهن من البيوت وكسروه، يكسروا وينطيك اياه على مود ما يشتغل. ليش؟ يعني ممنوع، ما نشوف الاخبار يعني اذا نريد نتحرر شيء ما نشوف الاخبار الا يعني بس هم احنا وياهم ندري، يعني ما نشوفكم بالتلفزيون. اي التليفون لا منعوه منع، يخافوا لا نخبر. جبرونا نرحل وياهم يعني على الموصل، ما يريدوا يخلونا بمنازلنا هنا، ولكن جت قبل القوات الامنيه حررتنا واحنا بقينا بمنازلنا. يعني يقول لك اطلع وياهم يعني يسوون دروع بشريه. احنا ما رفضنا ما نطلع، قلنا لهم وين نموت. قالوا من الحشد الشعبي من يجيكم يذبحكم وما ادري شنو. الحمد لله الحشد الشعبي من جه، والله حتى الارزاق ماله يقسمها بيننا وبينه. الجنود مال الحشد الشعبي يقسمون الارزاق مالتهم وينطونها للعوائل المحتاجه.